صباح الفل يا جماعه. بقالي يومين في لندن في انجلترا. الاجواء الصراحه ساقعه بس اجواء جامده قوي. شايفين الطبيعه والجمال ده كله. عايز اكلمكم في الفيديو ده بطريقه بسيطه جدا واشرح لكم ازاي تسافر انجلترا وازاي تطلع تاشيره انجلترا، واهم حاجه تسمع المعلومه كويس جدا وتشاهد الفيديو لحد الاخر عشان في تركايه لو عملتها هتحصل على التأشيرة. وكمان هاخدكم في يومي النهارده رايحين نزور كام حاجة كده في لندن ان شاء الله، وان شاء الله يعجبكم. فيلا بينا نبدأ اليوم بتاعنا. بصوا يا جماعة، في حاجة جميلة جدا. مهما كانت الدنيا ساقعة الناس بتخرج في الجناين، والجناين هنا فيها يعني حيوانات يعني طيور برية، والناس بتيجي تأكلهم. فالدنيا جميلة قوي. الناس كلها خارجة عشان تقضي يومها. حتى انتوا شايفين الدنيا مغيمة ازاي. بس بصوا ده بط ده ولا ده ايه ده؟ شكله يا لو نعمله شوية ماشي. بص يعني جميل جدا. عايز اقول لكم دي حديقة مفتوحة كده، اي حد يجي يدخل، ما بتدفعوش فلوس هنا في الحدائق يا جماعة. يعني دي حاجة حلوة قوي. بص كمية ده وز. ده الوز عندهم كبير، ولا اللي عارف اسم البتاعة دي يقول لنا يا جماعة. يعني ما شاء الله شكلها حلو قوي. بصوا الناس في كل حتة ازاي. في منهم كتير قوي موجودين في المنطقة دي، بس حاطين حتى في رجل كل واحدة علامة كده تقريبا عشان معرفش عشان يعرفوا رقمها واسمها والدنيا دي. سبحان الله. لا اجواء جامدة الصراحة. يعني انت جيت في الشتاء. بص، جيت في الشتاء وفي الصيف. لندن الصراحة بالنسبة لي بحبها جدا، بستمتع بأجواءها. وتحس اللي هو يعني انت لو بتتمشى بس في الشوارع هي دي خروجه لوحدها، مش محتاج تعمل اي حاجة يعني. فده اللي احنا عاملينه يعني. وكمان الميزة كمان اللي انت هنا الناس تعاملهم محترم قوي. العرب بتشوف ناس محجبين شكل اللي ورا دي، ما حدش عنده عنصرية. الموضوع بالنسبة لهم عادي. ناس دماغهم حلوة، ما حدش بيركز مع حد، كل واحد بيستمتع بحياته براحته عادي عادي خالص، ملوش دعوه باي حد تاني. هو ده يا جماعه اللي انا بقى احبه في لندن وانجلترا كلها. بصوا شايفين شكل المباني عامله ازاي. احسن حاجه بحبها اللي انا اقعد اتمشى في الشوارع. المباني تحس ان انت يعني في ديزني لاند. يعني حرفيا انا مش فاهم فيها يا جماعه. يعني الناس دي كانت بتتفنن في بناء البيوت والعمارات واي حاجه يعني منسقه. يعني ما كانتش بتتبني كده وخلاص، لا. يعني اغلبيه طبعا الشوارع والاحياء تقريبا بتبقى شكلها شكل بعض. ممكن تلاقي كده نادرا تلاقي مبنى مثلا شكله غريب ولا حاجه، ممكن يكون مبنى ده جديد او قديم قوي. بس يعني في جمال، في جمال. احنا رايحين متحف دلوقتي نزوره. هنا في متاحف كتير قوي ممكن تزورها، والمميز اللي فيها اغلبيه المتاحف بنسبه مثلا 90% بتبقى ببلاش. فانت عندك حاجات كتير قوي تعملها في لندن ببلاش. زي ما قلت لكم كده المتاحف هنا دخولها ببلاش. فتلاقي العائلات والناس كلها موجوده في المتاحف في الويك اند، مش في الويك اند كله بيجي يزور. احنا في متحف دلوقتي اسمه متحف الطبيعه، تمام. نتكلم بقى الحيوانات والايفولوشن بتاع البني ادمين ومش عارف ايه. زي ما انتم شايفين كده هناخد لفه كده صغيره ونتفرج على الدنيا ماشيه ازاي، عشان لما تيجوا انتوا حتى تبقوا عارفين الاجواء عامله ازاي. بتلاقي المتحف اغلبيه المتاحف يعني بتبقى متقسمه كده كذا قاعه وبتاع، مقسمين لك الدنيا رايقه، ما بتبقاش زحمه قوي بس يبقى فيها برضه اجواء لذيذه يعني. بصوا هنا كده بيتكلموا على انواع الطيور، وحاطين لك راس من كل طائر. شكلهم غريب، حاجات انا اول مره اشوفها في حياتي يعني. حاجات شكلها غريب قوي. شايفين الدنيا برضو لحد ما زحمه يعني، مع ان النهارده لا، هو النهارده ويك اند فعلا، النهارده يوم الاحد، عشان كده في زحمه كتير. بص شايفين الطيور عامله ازاي. شايفين حاطين نعامه هناك، دي الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها. في بطريق مش عارف ايه. بصوا تلاقي الاطفال برضو موجوده هنا، بيعلموهم من صغرهم اللي هم يحبوا الايه المتاحف ويعرفوا اكتيفيتيز. يا جماعه مش تخرج مع طفلك بس في الحديقه وبتاع وتقعدوا تتفسحوا، لا. يعني في حاجات كتيره تتعمل. كميه الناس ايه ده يا جماعه. انا ما بشوفش ناس كتيره قوي كده في اي متحف زي يعني مش فاهم. انا هنا زرت متاحف كتيره برضو، بس يعني بصور بقى يعني حاجات قليله.
لان المتاحف كتير قوي، لو قعدت اصور المتحف كله هتاخد وقت طويل قوي. خلينا نطلع نشوف حاجه تانية عشان نكمل يومنا. ولو مش عامل سبسكرايب او عامل لايك للفيديو ده هيفيدك كتير قوي، عشان في اخر الفيديو في نصيحه مهمه قوي عشان تسافر لانجلترا وعشان تطلع التاشيره. فتابع معايا عزيزي المشاهد وما تتعبش. طب ماشي يا جماعه، خلينا ندخل في صمام الموضوع ونقول لكم تاشيره UK ايه التفاصيل بتاعتها بالظبط. ركز معايا قوي عشان انا هقول لك كلام ممكن الناس تاخد منك فلوس منه كتيره قوي. حتى لو انا شركتي نفسها اسمها توريزم ايجيبت بتقدم الخدمه دي اللي نقدم لك على التاشيره ونحصل لك على اعلى نسبه قبول. بس هقول لك الكلام ده في الفيديو عشان دي هديه مني ليك. بعد ما تعمل سبسكرايب كده ان شاء الله ممكن تقدم انت بنفسك، مش محتاج تكلمنا. بس لو احتجت ان انت تظبط الدنيا والورق بطريقه 100% تبقى ضامن يعني ان شاء الله بنسبه كبيره تعلي نسبه القبول بتاعك، ممكن تكلمنا وتواصل معانا. هسيب لكم اللينك بتاع شركتي واللينك بتاع التواصل معانا عشان لو حابب تقدم على التاشيره من خلالنا، وتقدم على تاشيرات تانية كتير زي شنجن، ايطاليا، المانيا، تايلاند، البرازيل، دول تانية كتير. بصوا يا جماعه، وانت بتيجي تقدم الابلكيشن بتاع تاشيره UK بيبقى اونلاين تمام من على الموقع الحكومه بتاعتهم. لو كتبت UK فيزا بس كده على جوجل هيطلع لك الموقع، وتبدا تحط تفاصيل الابلكيشن. طويل شويه، بتحط بياناتك الشخصيه، بتحط يعني كل حاجه عن سفرياتك، عن شغلك، عن الكلام ده. هم بيحتاجوا تفاصيل دقيقه جدا في الابلكيشن. المفروض تركز في الموضوع ده قوي عشان هم بيقول لك انت بتصرف كام في الشهر، السكن اللي انت ساكن فيه ده بقاله كام سنه، ده ملك ولا ايجار، متجوز ولا لا، سافرت فين، طب لو سافرت الدول دي اكتب مواعيد الدخول والخروج لكل دوله. ركز في كل حاجه انت بتعملها. هتيجي بقى اهم نقطه، كل التفاصيل دي عاديه ممكن تعملها. اهم نقطه بقى يا معلم، بيقول لك انت هتصرف كام في رحلتك، ما تديش اي رقم كده وخلاص. تاشيره UK بتبقى معتمده على كشف الحساب بتاعك اللي انت بتقدمه الثلاث شهور اللي عليه المعاملات والحاجات دي كلها. بيشرحك قدام السفاره. يعني لو مثلا في مبلغ مثلا 150 200 الف مثلا، ده متوسط حلو يعني تمام، عايزين يعرفوا الفلوس اللي في حسابك دي ايه. داخلك في الشهر مثلا انت بتقول مرتبك مثلا 20,000 او 10,000 في الشهر، وداخلك مره واحده 50,000. عايزين يعرفوا السبب ال 50,000 دول بتوع ايه. في فوائد بتدخل على حسابك مثلا كل شهر مبلغ كذا. اكتب التفاصيل دي ايه. بعت عربيه ودخلت فلوسها في حسابك مبلغ كبير مره واحده، اكتب الفلوس دي بتاعت ايه، وقدم المستند اللي بيدل على اللي انت بعت عربيه، اشتريت شقه، اكتب اديلهم المستند، ترجمه انجليزي، المستندات كلها انجليزي، وقدم العقد بتاعها اللي انت عندك ملك، عندك اراضي، عندك عربيه، اي حاجات تثبت اللي انت عايش جوه البلد مصر يعني، وهترجع وتروح سياحه وترجع تاني. بيثبت لهم اللي انت يعني شخص متعلق ببلده، عنده شغل. هسافر وارجع تاني، بسافر كتير، بروح باجي. مش ممكن تكون اول مره تقدم على التاشيره وتاخدها. سبحان الله، احنا عندنا عملاء والله العظيم ما سافروش قبل كده خالص وقدمنا لهم UK خدوها. ليه؟ عشان احنا مظبط لهم الورق صح. الكاميرا فصلت فهكمل بالموبايل. اللي انا التفاصيل دي كلها اللي انا بقولها لك، اللي بشرحها لك دي، انت ممكن تعملها بنفسك، مش محتاج تقدم مع شركه. مش بقول لك عشان شركتي اقدم من خلالنا، لا يا باشا، انت ممكن تقدم مع نفسك نفس اللي انا قلت لك ده. قدم جواب مع الورق اللي انت هتقدمه تمام، بيشرح المعاملات بتاعتك، انا مصدر دخل ايه، رايح اعمل ايه، قدم برنامج، متجوز، شهاده وثيقه الزواج، عندك ولاد، قدم ورق المدارس بتاعتهم، الجامعه بتاعتهم، شغال في مصر، قدم HR، عندك بيزنس خاص بيك، قدم سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. الكلام ده كله يا جماعه يعني هو بس دي هي UK. بقول لكم مليون مره بتركز على الفلوس اللي معاك. وفي حاجه بقى تنسيق الناس بتتوه فيها، بيبقى مثلا يعني بيحجز فندق وطيران وبيكتب اللي انا هصرف مثلا 5,000 دولار، 2,000 دولار، بس في حسابه المبلغ ده مش متناسق مع حسابه. ازاي بقى بمرتبي 20,000 جنيه واروح اصرف 1000 دولار 2000 دولار؟ يقول لك يعني انت هتحاول هتشتغل شهرين 3 عشان تروح تقضي 5 ايام اجازه؟ لا، هيديك رفض. تمام، ركزوا في التفاصيل دي يا جماعه، تفاصيل دقيقه جدا. حابين تتواصلوا معانا، احنا بنقدم، فريق العمل بتاعي بيقدم الخدمه دي بمقابل مادي. تمام، اتواصلوا معانا، اعرفوا التفاصيل. حابين تقدموا
تشرفونا. مش حابين تقدموا، انا شرحت لكم والله كل اللي احنا بنعمله حرفيا، بس احنا بنحط التاتش بتاعنا. كل واحد بندرس الملف بتاعه على حسب موقفه. ممكن حد يجي يقدم معانا نقول له لا احنا هنستنى شويه شهرين ثلاثه لحد ما نظبط كشف الحساب ونبدا معاه الاجراءات لمده 3 شهور قدام، وبعد كده نيجي نقدم له. ليه؟ شايفين موقفه دلوقتي مش قوي. فيا رب يكون يعني التفاصيل كلها واضحه وقدرت افيدكم لو بحاجه بسيطه. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب. هنكمل شويه احنا ماشيين في لندن، بس الفيديو بتاعنا يعني ده كان اهم حاجه بالنسبه لي، ان انا اقول لكم التفاصيل كلها وازاي سافرت. انا شخصيا تاشيرتي طلعتها بنفس الطريقه، انا معايا تاشيره 2 سنين اقدر ادخل بيها لندن واطلع اقضي في كل سنه 6 شهور بس كده.